هلو نصائح ثالثه ثانوي الجزء الثاني. في الجزء الاول اتكلمنا عن ازاي تختار المدرسين، تعمل جدول، تذاكر في رمضان وتذاكر صح في المراجعات. لو ما شفتش الفيديو ده تقدر تدوس هنا وهيطلع لك ثانيه، هو يمين ولا شمال؟ لو ما شفتش الفيديو ده تقدر تدوس هنا وهيطلع لك، بس انا ما بعرفش احط اللينكس لسه، لا خلاص. ولو ما شفتش الجزء ده 2 hours later. لو ما شفتوش روح شوفه تحت من الديسكربشن. في الجزء ده هنرد على الاسئله اللي جت في الكومنتس، فيلا بينا. اولا، احتجتي كتب خارجيه؟ مش عايزه اصدمك ان الاسئله من ملازم المدرسين معظمها من الكتب الخارجيه وبنك المعرفه، فمفيش لازمه انك تشتت نفسك. كل اللي احتاجته في الاخر ان انا اشتريت الكويستشن بانك او بنك الاسئله، وكنت كل يوم في المراجعات بحل امتحان من ماده بلس امتحان ماث او رياضه، والحته دي كانت مهمه جدا في الامتحانات. ثانيا، ليه ناخد فروع الرياضه او الماث اوفلاين؟ ده رايي الشخصي، ولو عندك فرصه تعمل كده فبرشحه جدا. لكن لو انت ساكن بعيد واوريدي مرتاح اونلاين مع مدرس، كمل براحتك، لكن خد بالك اول ما تخلص اي فرع ارجوك ما تركنوش لاخر السنه. ما تراكمش لان دي بجد مش هزار. اي جزء عندك فيه مشكله اسعى باي شكل انك تحله من اول السنه، لانك لو ركنته صعب قوي تفتكر الديتيلز بتاعته لما تيجي تراجعه تاني اخر السنه. اهم حاجه عملتها ان كان في عندي كشكول باخد فيه نوتس خاصه بيا وبحط فيه كل المسائل المتكرره والتريكي، وده فادني جدا في ليله الامتحان ان اي حاجه كنت عايزه افتكرها لقيتها في الكشكول ده. ثالثا، ازاي اعمل جدول؟ مبدئيا لما الفيديو ده ينزل هتكون بدات معظم المواد بتاعتك. امسك الاسبوع من اوله وشوف ماشي معاك ازاي. اكتب مواعيد الحاجات الثابته زي الدروس الاوفلاين، ونصيحه حط وراها على طول وقت فاضي تذاكر فيه الحاجات اللي هتاخدها في الدرس. بعدها حط المواعيد اللي هتذاكر فيها الدروس الاونلاين. ما تفصلش بين اي حصه والواجب بتاعها، لان ده بيهدر معاك وقت كتير قوي، لانك لازم هتحتاج تتفرج على الحصه تاني عشان هتنسى. ده كان الجدول بتاعي، بس انا بتاعي كان مشخبط شويه. مع اول شهر 10 كل حاجه اتظبطت وكان عندي جابس في الجدول، قدرت اعمل حاجات تانية جنب الدراسه. بالمناسبه الفتره الجايه هنزل فيديوهات عن تنظيم الوقت، فلو عندك مشكله في الحته دي هتفيدك قوي. اخيرا، وده اكتر سؤال جالي، كنت بتاخدي مع مين مدرسين؟ مبدئيا دي مجرد اقتراحاتي الشخصيه، مش معناه انك ترتاح بنسبه 100% مع المدرس. بما اني كنت رياضه ولغات فكنت باخد مع مستر رضا الفاروق عربي، مستر احمد سمير فيزيكس، دكتور ناصر البطل كيمستري، دول كانوا كلهم اونلاين. واخيرا الماث كان اوفلاين مع مستر فريد العش. اللغات غيرتها كتير قوي، فبصراحه ما اقدرش ارشح حد معين. للاسف ما اعرفش مدرسين في باقي المواد، لكن زي ما قلت لك جرب المدرسين من بدري، لو مرتاح كمل، لو مش مرتاح غير من بدري، هيفرق معاك قوي. اخر حاجه، مبسوطه جدا من الكومنتس اللي جت ان الفيديو كان فيه طاقه ايجابيه وحماس، ودي اكتر حاجه انت محتاجها الفتره دي، ودي اكتر حاجه انا كان نفسي فيها. وهقول لك تاني، ابعد عن كل الكلام السلبي وامشي في طريقك انت. بس كده، ربنا معاك واشوفكم في الفيديو الجاي.